السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله برك يكون الصوت مليح. خاوتي راني نسجل بالهاتف النقال، إن شاء الله برك يكون الصوت مليح. المهم خاوتي الأعزاز، بعد يعني خرج قريصة 6 على الحوار نتاعو الأخير، واتهم الجزائر أنها يعني محتجزة الشعب الصحراوي في تندوف. قال لهم راكم محتجزينهم ودو الامم المتحده ما خليتوهاش تحسب شكون هما الشعب الصحراوي وكاع. هذه كذبه من الكذبات. هاو خرج ناصر بوريطه يستفز الجزائر، مش يستفز على كل حال، شغل تحسهم باللي واحد يوتيوبر فاشل ما عندوش المشاهدات ونايض يخرط. نفس الحكايه نتاع قريصه 6 وبرويطه الاول. برويطة أمام النواب هناك إشارات ورغبة من الجزائر للتصعيد والدخول في حرب مع من؟ مع البرتوش. هنايا قال لك بوريطة أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب هناك مؤشرات على رغبة الجزائر في إشعال فتيل الحرب بالمنطقة ومواجهة عسكرية مع المغرب. هو راه يقوله، اصبر بالعقل برك. لأول مرة ناصر بوريطة يخرج بتصريح خطير من البرلمان الدولي. هذا الدليل، قال لك لأول مرة وش معناتها؟ معناتها استقووا بمقارون، فهمتني؟ مقارون وسباقيطي، راك شايف؟ ايوا الاخر تاع الامريكان، راك فاهمني؟ قال لك هنالك من يحاول جر المنطقه للحرب وسجلنا اشارات تصعيد ورغبه في نقل الصراع من التصعيد الى المواجهه العسكريه من طرف الجزائر. شغل قادرين انتم على شقاكم في هذا. حذر وزير الخارجيه البرتوشي ناصر بوريطة في عرضه امام لجنه الخارجيه بمجلس النواب من محاولة جر المنطقة نحو الحرب، مشيرا إلى تصعيد الوضع الإقليمي والرغبة الجزائرية في الانتقال يعني نحو المواجهة والحرب. يعني كي تشوف انت يا وزير نتاعهم يهدر هذه الهضرة، وزير يجدكم، هذا وزير الخارجية يهدر هذه الهضرة، تعرفها باللي مملكة صح تاع ذراري ماشي مملكة تاع رجال، فهمت؟ لو كان جات مملكة تاع رجال ما تهدرش هذه الهضرة. او قول برك باللي غير اليوم اللي شاهدت الاستعراض العسكري، قول اليوم برك، راك فاهم؟ كش يعني الاستعراض العسكري راه في اول نوفمبر، راك فاهمني؟ اي اليوم برك اللي شاهد مسكين الفيديو، اي غير شاف الفيديو قال ما يصح الجزائر راهي معولة على الحرب مع المروك. شكون نتوما اصلا؟ من انتم؟ محمية فرنسا، محمية برك، مجرد محمية. كل بلاد في العالم تقول لك هو عندي جزء انا في هذيك مملكة برتوشة، راك فاهمني؟ برتوشي. المهم انا خوتي درت لكم هذا الفيديو. على كل حال راني مسافر كما قلت لكم البارح، راني عند الشيخ تاعنا الحمد لله اليوم وصلنا، وراني قلت له يا شيخ راهم كاين ناس بزاف راهم يسولوا عليك، ادعي لهم بالخير. قال لكم ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يعطيكم ويمنيكم. هاي دعوة مليحة، قولوا امين في التعليقات. بارك الله فيكم وتحياتي للجميع، وما تنساوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس. اذكارها في البراتيش، طلعوا القناة خوتي ما تبخلوش، خلونا نرجعوا بقوة. الله يحفظكم.